السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اقتراب موسم الحج العام 1446 الموافق عام 2025، بدأ الاهتمام يزداد حول شروط فريضة الحج الجديدة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد نشر وزارة الحج والعمرة معايير جديدة لتنظيم مناسك الحج في هذا العام. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل أداء المناسك وضمان سلامة الحجاج من خلال ضوابط دقيقة جدا تشمل الجوانب الصحية والتنظيمية. وتستهدف هذه التحديثات تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وضمان أداء الفريضة بأعلى مستويات الكفاءة، بما يتماشى مع الوضع الصحي العالمي ومع المتطلبات التنظيمية الحديثة. أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى الراغبين في أداء الحج العام 2025، ومن بين هذه الشروط أن يكون المتقدم خاليا من الأمراض المزمنة أو أي حالة صحية قد تعيق أداء المناسك، أن يكون قادرا على تغطية تكاليف الحج بشكل كامل مثل الإقامة والنقل والخدمات الأخرى. يجب أن يكون المتقدم عاقلا ومدركا لأركان الحج وطريقة أدائها بشكل صحيح. ضرورة الحفاظ والحصول على اللقاحات المعتمدة من الجهات الصحية. أما عن شروط الحج للنساء لعام 2025، ففي إطار تحديثات الشروط الخاصة بالنساء التي يرغبن في أداء مناسك الحج، قدمت وزارة الحج والعمرة مجموعة من القواعد الخاصة التي تهدف إلى تنظيم أداء النساء للحج بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والتنظيمية. وأهم هذه الشروط هي السماح للنساء بأداء الحج دون محرم، شريطة أن تنضم إلى حملة معتمدة من الوزارة، ضرورة التزام النساء بالتعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة اعتبارا من 23 إبريل وحتى 11 يونيو 2025. لن يسمح بدخول مكة المكرمة إلا للأفراد الحاملين لتصريح حج رسمي. الاستثناء من هذا القرار يشمل حاملي تأشيرات الحج الرسمية. أما عن شروط الحصول على تأشيرة الحج، تقديم طلب التأشيرة عبر منصة مسار أو من خلال أي منصة إلكترونية معتمدة، التحقق من صحة التأشيرة والتأكد من بيانات السفر قبل مغادرة المطار، ضرورة الحصول على تذكرة طيران ذهابا وإيابا، يجب إرفاق شهادات اللقاح المطلوبة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.